مهرجان زين، فيه الاقبال وفيه الزوار، فيه مسائل نبغوه يتم دائما يتكرر، ما الا هذه المره الاولى. اي مهرجان قاعد هنا في طاطا زين. عندنا الطبوقه، عندنا شي اشياء كمنتوج ديال الزعاف نخدموا العلايات. عندنا بحال مثلا الحصاير مولي والسمار، عندنا شغل منتوج مختلف عندنا في الجمعيه. وهنا احنا الحمد لله جينا نشاركوا في هذا المهرجان هذا، كيكون سنويا، وعارضين المنتوج ديالنا كما كتشوفوا. هذا المنتوج هذا متنوع، وعندنا صناعه تقليديه يدويه اللي هما هذا الشعر هذا اللي كتشوفوا. يعني واحد الحاجه اللي خاصنا هو الدعم، خاصنا الدعم لهذه الجمعيه باش تمشي الحمد لله بعيد. ينظم هذا السنة المعرض الجهوي الثامن لواحة الجنوب في نسختها الثامنة، تحت شعار تثمين المنتوجات المجالية لإقليم طاطا. هذا المعرض اللي نظمناه بموازاة مع المهرجان الإقليمي لأول المنتوجات المجالية اللي نظمته الجمعية الإقليمية للتنمية والمحافظة على التراث بشراكة مع المجلس الإقليمي وبدعم من وكالة الجنوب ووكالة تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان. هذا المعرض كيتمحور حول 3 محاور أساسية. المحور الأول يتعلق بعرض المنتوجات المجالية اللي كيزخر بها الإقليم ديال طاطا والأقاليم المجاورة. المحور الثاني حول تربية الماشية، والمحور الثالث حول العروض اللي غادي تقدم لفائدة الفلاحين والكسابين ديال المنطقة.